في قرية بعيدة لم يسمع بها أحد من قبل، تقع في قلب واد بين الجبال الشاهقة. كانت هناك غابة غامضة تسمى غابة الظلال. هذه الغابة لم تكن كبقية الغابات. كان يقال إن الليل فيها يعيش حياة خاصة تنبض بأسرار لا يعلمها سوى القليلون. في يوم من الأيام قررت فتاة شجاعة تدعى نوران أن تستكشف هذه الغابة، رغم تحذيرات كبار القرية الذين كانوا يحكون قصصا عن أشياء غريبة تحدث هناك. كانت نوران تحب المغامرة وقررت أن تكتشف الحقيقة بنفسها. مع اقتراب غروب الشمس دخلت نوران الغابة بحذر. كانت الأشجار طويلة وكثيفة لدرجة أن الضوء بالكاد كان يتسلل بين أغصانها. شعرت بشيء غريب في الهواء وكأن الغابة تهمس لها، لكنها لم تتراجع. بعد وقت قصير لاحظت نوران أن الظلال حولها بدأت تتحرك بشكل غريب، كما لو كانت تمتلك حياة خاصة بها. فجأة ظهرت أمامها ظلال تشبه طيورا، ولكنها لم تكن طيورا حقيقية. كانت تلك الظلال تحلق حولها، ترافقها أصوات خافتة تشبه الغناء، ولكنها لم تكن كلمات مفهومة. أدركت نوران أن الغابة لم تكن مجرد مكان للأشجار والنباتات، بل كانت مملكتها الخاصة التي تعيش فيها كائنات من الظلال. تابعت نوران طريقها إلى أن وصلت إلى قلب الغابة، حيث وجدت شجرة عملاقة تختلف عن بقية الأشجار. كانت الشجرة مضيئة بلون أزرق غامق، كأنها تضيء من الداخل. وعند جذع الشجرة وجدت نوران صندوقا قديما مغلقا بقفل غريب لا يمكن فتحه بالمفاتيح العادية. تقدمت نحو الصندوق، وفجأة سمعت صوتا هادئا يخرج من الشجرة نفسها يقول: يا نوران، لقد وصلت إلى نهاية مغامرتك. هذا الصندوق يحتوي على أسرار الظلال التي تسكن هذه الغابة، لكن لكي تحصلي على هذه الأسرار عليك أن تريحي قلبك من كل خوف وتظهري الشجاعة الحقيقية. أخذت نوران نفسا عميقا ووضعت يدها على الصندوق. شعرت بحرارة دافئة تخرج من داخله، وفجأة انفتح الصندوق من تلقاء نفسه. بداخله وجدت